لا، هي الحاجات دي مش هتعالج، بالعكس الحاجات دي هتوقع الشعر اكتر. يعني المواد دي في الاخر هي مواد فرد كيميائيه تقيله جدا، بتبقى محتاجه شعر مجعد، مش محتاجه اصلا شعر ناعم، ولا حتى محتاجه شعر وسط، ولا محتاجه شعر فيه مشكله التساقط. يعني اذا كانت الشعرايه بطبيعتها ضعيفه وبتقع، طيب محاله لما نحط عليها بقى ماده فرد كيميائيه ونقعد نكوي فيها مثلا 4 أو 5 ساعات. فدي طبعا يعني خدعه تسويقيه الناس بتقولها عشان خاطر البنات تروح وتعمل شعرها، بس في الاصل هي بتدمر شعرهم. يا اهلا دكتوره هناء، اول عنصر نسائي معانا في بودكاست في العياده. لما حضرتك احنا في الاول عايزين نتعرف بحضرتك، عرفينا بيكي عشان التعريف هيبقى معقد انا عارف بس. اوكي، انا دكتوره هناء عصام، صاحبه المركز العالمي للتجميل هنا في شبين، وسيرتيفايد ريليشن شيب لايف كوتش. حلو قوي، خلينا نبدا من اخر حته انت اتكلمتي عنها. هو انت يعني خبيره تجميل بالنهار ولايف كوتش بالليل ولا ايه؟ هو كده. لا مفيش كده. احنا محتاجين نفهم يعني. تمام. هو انا بالنسبه لدراسه التجميل، انا بدات دراسه التجميل من اكتر من 10 سنين تقريبا، وعندي كير سنتر هنا من حوالي 8 سنين في شبين، من اكبر السنترات في الدلتا. ده بالنسبه للتجميل. المركز العالمي للتجميل. المركز العالمي للتجميل. من ناحيه الكوتشنج، يعني بدات دراسه الكوتشنج من حوالي 3 سنين تقريبا. اخدت سيرتيفيكيشن من مدرسه ويزدم، وبعد كده من منصه تري مع استاذ دكتور خالد الحداد اللي هو استاذ الطب النفسي. ايه اللي يخليكي يعني قولي لي انا رحت ادرس لايف كوتشنج ليه؟ انا كنت قاعد في امان الله كده وحسيت وانا قاعده في مركز التجميل ان انا محتاجه ادرس لايف كوتشنج. لا، هي ما جاتش كده. هو الحقيقه ان انا مريت ببعض الحاجات في حياتي كانت محتاجه ان انا اتكلم مع حد ومحتاجه حلول فعلا، وكان اللايف كوتش بالنسبه لي هو الحل. فرحت انا اعمل جلسات اصلا كوتشنج عشان انا احل المشاكل اللي بتقابلني او اللي بتواجهني. بعد فتره كده من السيشنز بدات الاقي الكوتشز اللي بيتكلموا معايا بيقولوا لي انت مميزه، انت مختلفه، انت تقدري ان انت تدرسي كوتشنج، انت اصلا بتجيلنا بالحل. ومن هنا بدات شويه اتوجه لان انا بس اقرا شويه في الكوتشنج، يعني ما خدتش مرحله الدراسه. لما بتجيلي الست مثلا في السنتر او البنوته عندها مشكله، في الغالب من دراسه التجميل لازم يبقى فيه جزء سيكولوجي، فبقعد وبتكلم معاها وبشوف ايه المشكله اللي عندها، لان ده بيفرق معانا جدا في النتائج بعد كده بتاعه التجميل. فبدات برضو الاقي ناس تقول لي انا اخدت بالحل اللي انتي قلتي لي عليه، انا عملت اللي انتي قلتي لي عليه ولقيت نتائج كويسه. من هنا بدات بقى اتجه ناحيه الدراسه. طب حلو، يعني انا شايف ان هما مهنتين ما لهمش اي علاقه ببعض، دي تركيبه جميله يعني احييكي عليها، بس انت ازاي بتقدري تفصلي ما بين الحاجتين؟ انا مش شايفه ان في اي وجه فصل بين الحاجتين، بالعكس انا شايفه ان في ربط بين الاثنين. انا مبدئيا انا عندي بيج البيرسونال براندنج بتاعي، عليها تقريبا حوالي 250 الف فولور. الشعار بتاع البيج تجميل من جوه ومن بره. من جوه اللي هو الكوتشنج والسلام النفسي والعلاقات والرضا والتوازن وهكذا، من بره اللي هو الشعر والبشره والجسم. فانا شايفه ان ده تجميل من بره وده تجميل من جوه، والاثنين بيكملوا بعض. حلو. طب مراكز التجميل في السوق كتير يعني. أوكي. انا ليه هاجي عندكم؟ يعني ايه المميز عندك مش عند غيري؟ تمام. انا بالنسبه لي السنتر بتاعي مجهز بكل حاجه تقريبا، يعني مفيش حاجه هتيجي تطلبها في السنتر ومش هتلاقيها. تاني حاجه، احنا عندنا ميزه، يعني هي طبعا موجوده عند ناس في السوق، بس انا بشوف ان هي بتميزنا قوي، ان احنا عندنا الامانه جدا جدا في التشخيص. يعني النهارده لو بنوته جايه هتدفع مبلغ كبير بس شعرها مثلا مش هيبقى مناسب، احنا بكل امانه ومصداقيه بنقول لها ان انت شعرك مش هيبقى مناسب، ووفري فلوسك والانسب ليكي كذا، حتى لو كان ده يعني ملوش تكلفه خالص. دي نقطه. النقطه الثانيه او الثالثه، ان انا عندي فريق متخصصات يعني فعلا على مستوى عالي جدا من الكفاءة. أي حد دخل عندنا تقريبا صعب جدا تلاقي من عندنا شكوى. فدي حاجات مميزة قوي، يعني في بعض الناس طبعا مميزة بيها، بس يعني أنا شايفة إن احنا محققين فيها ليفل عالي جدا. حلو الكلام ده. طب انا بقى عندي يعني ايه تساقط شعر بسيط زي ما انت شايفه. اوكي. فانا لو عايز اعالج شعري، يعني بيقولوا ما البروتين والكافيار والحاجات دي بتعالج ولا دي اشاعات اصلا؟ لا، هي الحاجات دي مش هتعالج، بالعكس الحاجات دي هتوقع الشعر اكتر. يعني المواد دي في الاخر هي مواد فرد كيميائيه تقيله جدا، بتبقى محتاجه شعر مجعد، مش محتاجه اصلا شعر ناعم، ولا حتى محتاجه شعر وسط، ولا محتاجه شعر فيه مشكله التساقط. يعني اذا كانت الشعرايه بطبيعتها ضعيفه وبتقع، طيب محاله لما نحط عليها بقى ماده فرد كيميائيه ونقعد نكوي فيها مثلا 4 أو 5 ساعات. فدي طبعا يعني خدعه تسويقيه الناس بتقولها عشان خاطر البنات تروح وتعمل شعرها، بس في الاصل هي بتدمر شعرهم. ومن هنا بعد شويه بنلاقي الناس عماله تقول ايه، شعري وقع من البروتين، شعري وقع من الكافيار وهكذا. طيب فرقي لي بقى ما بين البروتين والكافيار والكولاجين والحاجات دي. عايز الكلام اللي بيتقال للناس ولا عايز الكلام الحقيقي؟ شعري ده انا مش عايز، هم اللي هيبقوا عايزين. تمام. والله هو البروتين والكولاجين والكافيار والبوتوكس دي كلها اسماء تجاريه.
يعني في الاصل المواد دي كلها واحده، ممكن نلاقي اختلاف مثلا في مكون او اتنين، ممكن نلاقي حد مثلا بيطري الشعر اكتر من التاني شويه، لكن في الاصل المواد دي كلها تعتبر مواد واحدة، التشخيص بتاعها واحد، التطبيق بتاعها واحد، النتيجة بتاعتها واحدة. طيب الأسماء دي كلها ظهرت منين؟ ظهرت من عند الشركات. النهاردة أنا فاتحة شركة جديدة عايزة أنزل منتج في السوق، فأنا بالطبيعي ان انا هنزله باسم مختلف. او النهارده مثلا انا متخصصه، سمعت ان سمعه البروتين اتضربت والبنات بتشتكي منه، اكيد لما البنوته تجيلي مش هقول لها انا هعمل لك بروتين، هقوم جايه قايله لها انا هعمل لك كافيار، وهكذا. بس فمن هنا جت اختلاف المسميات. لكن في الاصل لما بنيجي نشخص الشعر، هو لو مناسب للبروتين يبقى مناسب للكولاجين، يبقى مناسب للبوتوكس، لو مش مناسب يبقى هو مش مناسب لاي حاجه خالص. طب في مقوله كده ان الكافيار هو افضل منتج لفرد الشعر، دي بقى من يعني اكبر الاشاعات المغلوطه اللي موجوده في السوق. هو الكافيار مادة فرد، تمام، ممكن تكون المادة الخام أعلى شوية من أي مادة تانية، لكن في الأصل ينطبق عليه كل ما ينطبق على مواد الفرد التانية. طيب تمام، لو احنا عندنا طفلة بتعاني من التنمر عشان عندها تجاعيد في شعرها، هل ده أمر له علاج ولا ميؤوس منه؟ طيب هو مبدئيا التجاعيد دي مش مرض عشان خاطر نقول ان هو امر له علاج. يعني التجاعيد دي حاله شعر عاديه جدا. احنا بطبيعتنا المصريين شعرنا وسط او مجعد، الافارقه مثلا شعرهم بيبقى صعب جدا، تمام، الكوريين شعرهم بيبقى ليس جدا. فهو مفيش حاجه اسمها ليها علاج ولا لا. لكن لو السؤال هل ينفع نفرده او لا، لا، هو احنا ما ينفعش نفرده خالص. ليه؟ لانه الفرد هيدمر البصيله وهي لسه صغيره. تاني حاجه يعني انا بصراحه بشوفها ان الام اللي بتعمل كده بتبقى شويه مهمله. هي ممكن تكون يعني مستصعبه جدا ان هي تسرح البنت الصبح، والبنت بتتألم مثلا من شعرها واصحابها بيتنمروا عليها، بس في الاخر خلاص هو ده وضع الشعر الصح، ان احنا نتعامل معاه مثلا بحمامات زيوت، جلسات علاج بدون اي نسبه فرد، مجموعات عنايه كويسه. لكن هنلجأ لخيار الفرد، انا بشوف ان الام بتسلب حق البنت في ان هي تختار اذا كانت تعرض شعرها لماده كيميائيه او لا. غير بقى ان احنا عندنا مشكله تانية، انه البنت دي بتضطر ان هي تفرد شعرها كل سنه. طيب على ما يبقى عندها 15 سنه 20 سنه، على ما تبقى عروسه خلاص مش هتلاقي شعر اصلا عشان تفرده. طب ده كان موضوع سؤالي اللي بعده، لو احنا عندنا حد شعره باظ فعلا من فرد او نوع من انواع الصبغات، ده هيبقى له امل ان هو يتعالج؟ بنسبة كبيرة في لاينز دلوقتي في الكوزماتكس بتعالج بشكل حلو جدا، بس بنحتاج وقت وصبر شوية. انت قلتي ان انتوا عندكم سبا؟ عندنا سبا. في كونسبت كده عند الناس ان هي بتروح لسبا عشان تعالج مشاكل البشرة والجلد، ده اصلا حقيقي؟ يعني انتوا بتقدروا تعملوا ده؟ هو احنا بيجيلنا ناس كتير قوي تحديدا تقول انا عايزه اعالج جلد الوزه عن طريق السبا، انا عايزه اعمل تفتيح عن طريق السبا. الحقيقه ان السبا ما بيعملش الكلام ده خالص. السبا ما هو الا ازاله الخلايا الميته، ترطيب، تعطير، ريفريش، وهكذا. لكن احنا هنعالج مشكله اصلا في اصل الجلد؟ لا طبعا، ده ما بيبقاش الحل. يعني مثلا جلد الوزه افضل حل ليه بيبقى الليزر، التفتيح افضل حل ليه بيبقى التقشير الكيميائي. فلا، السبا ما بيعملش الكلام ده خالص، على خلاف ما هو شائع. ودي برضو نوعا ما يعني بتبقى زي حيلة ترويجية كده للناس اللي عندها صباب بتعملها عشان خاطر البنات تروح، بس يعني هي مش صح. انت قلتي في اول حلقه ان انتوا شغالين في مركز عالمي للتجميل من 8 سنين. ده عمر طويل يعني. تمام. اكيد انتوا عدى عليكم مواقف صعبه كتير وايام صعبه كتير في المكان كتير. ده. تتذكري ايه اكتر المواقف اللي ممكن تعدي عليكي في الكارير ده ما تتنسيش؟ بص، هو لو بنحكي على موقف مثلا مع عميله، يعني من اكتر المواقف اللي بتضايقني لما تجيلي ام مثلا معاها بنوته 7 سنين فردت لها شعرها مثلا حوالي 5 مرات. يعني من عمر البنت 4 سنين خلاص بيبقى شعر البنت شبه اتدمر، وجايه وبتبقى طالبه علاج. الحقيقه ان انا يعني حتى لو قدمت لها علاج ده مثلا بيحسن شعرها بنسبه 10% 20%، بس ما بقدرش اقدم اكتر من كده. فده من الحاجات الصعبه جدا. لكن لو بتحكي على الايام العصيبه، يعني في يوم افتكره كده في المركز القديم، الدنيا ضغطت فجاه، يعني عملاء كتير جدا جم، الميه قطعت، 16 كشاف ضربوا، الكرسي بتاعي اتكسر، الموزع اللي هيجيب البرودكتس قفل تليفونه وما جاش، الكولر بتاع الميه باظ، يعني تقريبا كل حاجه باظت في المركز يوميا. ده كان يوم صعب جدا. طب لو هنفتكر بقى يوم حلو عشان اليوم الصعب ده يتنسي؟ والله يعني هو مش فكرة يوم حلو، يعني أنا لما العميل بيخرج مبسوط أنا بالنسبة لي ده بيبقى يوم حلو. لكن يعني على مستوى مثلا سنين الشغل كلها، اما عميلة مثلا تيجي تقول لي أنا عملت بنصيحتك ولقيت حاجة كويسة ببقى مبسوطة. الفيديوهات بتاعتي لما حد بيدخل يقول لي والله أنا متابعك ولما بعمل كده بلاقي فرق، برضو ببقى مبسوطة. لما ببص للمركز الحالي واشوف المركز القديم، يعني احنا في الأول كنا بنعمل باديكير في طبق
دراستيك كده. النهارده احنا عندنا قسم نيل سبا كامل. السبا الاولاني بتاعنا كان يعني متاسس اصلا مطبخ واحنا حولناه سبا، لان النهارده احنا عندنا يعني قسم كامل للسبا، شاورات وجاكوزي ورخام وساونا وستيم. فبحس ان احنا عملنا انجاز كويس، لا سيما بقى انه عدى علينا الكورونا واكتر من تعويم وكده. فبحس الحمد لله ان احنا واقفين في نقطه كويسه، فدي حاجه بتفرحني. الصراحه عايزه احييكي على المجهود المعمول في المكان. انا شفت المكان بنفسي، وانا بشوف ان الناس اللي بتقدر تعدي بصعوبات زي تعويم وكورونا و هم اللي بيبقى ليهم مستقبل في السوق فعلا. ان شاء الله يعني حقيقي فعلا. شكرا. خليني بقى اختم معاكي الحلقه دي ختام درامي. انا عايزك كلايف كوتش ترينر تدي رساله دعم للبنات اللي بتكافح في الحياه وجوه البيت وبره البيت، تنصحيهم بايه؟ والله انا بيقابلني بنات كتير جدا ممكن تبقى صغيره في السن 22 23 سنه، وقفت حياتها على حاجه او وقفت حياتها على حد، وحاسه ان هي مش واثقه في نفسها، وحاسه ان هي متدمره نفسيا، وبتبقى جايه بكميه مشاكل كده كتير قوي. البنات دي انا بقول لها خليكي واثقه في نفسك، اسعي دايما ان انت تحققي السلام الداخلي وان انت توصلي للتوازن النفسي. الحياه ما بتقفش على حاجه وما بتقفش على حد خالص، وارد جدا يكون مكانك هو اللي غلط ومحتاجه بس تغيريه. ختام درامي ممتاز. شكرا. احنا انبسطنا جدا بالحلقه دي وفيها كم معلومات قيم قوي للبنات. اتمنى ان هم يستفيدوا منها، وشرفتينا جدا في بودكاست في العيادة. اتشرفت بحضرتك. شكرا. تابعونا في الحلقات اللي جايه، هيكون عندنا تخصصات جديده ومعلومات جديده في بودكاست في العياده. استنونا.